اكلمك في حقبه اللي سيطر فيها في اسيا، كان عندهم الاحتراف يعتبر تكديس. نعم. أنظمة لجنة الاحتراف، الله يذكره بالخير منصور البلوي، وهذه لجنة الاحتراف كانت تغير لائحتها مرتين إلى 3 في السنة. قالوا لك مالك في السنة إلا لاعبين. كل الأنظمة تغيرت وتكسرت على عتبة الاتحاد، بينما أندية أخرى متى حققت الإنجازات؟ متى حققت البطولات؟ بعد النفوذ السعودي الصريح اللي وصل لمراحل قوية. الحمد لله اليوم فصل الغرب عن الشرق، هذا من هذه كانت طلبات سمو الأمير صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد حديثة. إذا طالب فيها رئيس نادي الهلال ينفذونها الاتحاد الآسيوي. لا كانت ضمن اتجاه عام، بس بأمره لا. عندنا ممثلين حتى في الإعلام يا رجل، حتى في الإعلام الاتحاد الآسيوي غير كلامه الأول كله، غير من يوم صار فيه مسؤول في الإعلام الآسيوي تغيرت، وصارت المسميات تغيرت، أشياء كثيرة. اليوم أنت تطلع من تاكلها 5 من الشارقة، ما عندهم بطولة، وتاكلها 5 من الشارقة تنهزم في ملعبك يا رجل. أنت في ظل الدعم، أنت عبد العزيز صيحتم من الشمورة يا رجل، خليتوه وصلتوه للسماء. الاتحاد يحقق إنجازات. بطولة الاتحاد 2004 أنت عارف بطولة الاتحاد 2005 دور 8 دور 4 3 مباريات.